محمد ورجل منكم الهدوء والإيمان. صلى على محمد وآل محمد. غفران الذنوب بأعلى صلاته صلى على محمد وآل محمد. محبة للحسين بأعلى صلاته ثابتة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك سيدي ومولاي صلى الله عليك سيدي ابن رسول الله. سيدي ما تمسك بكم وأبن
وقلبي شديد في محبتكم صبر إمام بكته الإنس والجن والسماء ووحش الفلا والطير والبر والبحر إمام أبوه المرتضى علم الهدى وصي رسول الله والصن والصبر وذرية منه تسعة أئمة حق لا كمال ولا شرور له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر أيطلب آل الحسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالد الساقي على الحوض في غد وفاطمة مع القرايات لها مهر بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون صلى على محمد وآل محمد هذه الآية المباركة أنا ما أقدر أقرأ الله الوصف شوصون تماما كل شيء غير منه ما أما الطبيب ومن يشاء اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الآية المباركة آية تتحدث عن معركة أحد وقد أشار إليها شاعر أهل البيت أبو حسن الروسي جزاه الله خير الجزاء والشاعر أيضا ورجاله الشاعر قال إمام الله صلوات الله عليه من قال فيما بيت من الشعر كتب الله وفي رواية الله له بيتا في الجنة. معركة أحد من المعارك المهمة في الإسلام وفيها عبر كثيرة ولكن الوقت لا يسمح بذلك ونحن نستعرض بعض المواقف ثم نأتي إلى الآية لأن سبب نزول الآية معركة أحد. انتهت المعركة بهزيمة المسلمين وهي أول معركة يهزم فيها المسلمون. الأسباب ومن الأسباب عدم
المسلمين في أوامر المدينة. سبب هذا مهم. السبب الثاني، هناك فئة منافقة كانت محصورة في المسلمين، وهذه لها دور خطير في تخريب المسلمين، ودائما نحن نقول على الطاغوت الخامس يعشعش في الأمم. الطاغوت الخامس يشكل خطرا لاحقا. ليش؟ لأنه عدو داخلي، والعدو الداخلي دائما خطر ويتلبس وأيضا يتلون، وبعدين منكم بيه. المشكلة هاي انه منكم بيه، إذا تريد تبقى أنت تنفر، وإذا تريد التنفيذ أنت تتنفذ. وهي مشكلة عالم من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نحذر، وعلينا أن نأخذ حقة الاستعداد لمواجهة هذه الفئة. فهذه الفئة على الدور. وأيضا ويسبنا نقول أن بعض الشخصيات اللي كانت دائما تتبجح بقواها، ودائما كانت تقول أنا وأنا خذلت الإسلام والرسول في معركة أحد. الموقف كان يستدعي أن تقف هذه الشخصيات إلى جانب النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت قد وصلت إلى جانب النبي كان تغير الميزان، لأن الميزان بالبداية الكفة كانت راجحة لصالح المسلمين، ولكن عندما انهزم المسلمون رجعت كفة المشركين ومشكلة صارت، فانهزم الأصحاب. لكن هزم المؤمن ما ينهزم. المؤمن إذا انهزم من ساحة المعركة ما يشوف أبدا. المؤمن إذا انهزم من المواجهة لا يرى القوة في غير الإسلام. المؤمن إذا انهزم في مواجهة المشركين لا يرى خيرا أبدا. ينتقل الجنة. أنا إذا قطعت العلاقة مع ابن أبي طالب أو العملاق، منين أخذ القوة؟ منين أخذ العزة؟ منين أخذ الفكر؟ إذا قطعت العلاقة مع النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وين أروح؟ وين أشوف حكيم مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين أشوف إنسانا أرى إنسانا مثل النبي اللي العالم كلها بيمجد بالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وبالإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. إذا أقطع العلاقة معه هذه الشخصيات العملاقة أصغر، دول اللي قطعوا علاقة مع أبي عبد الله الحسين أين هم الآن؟ وينهم؟ وينهم تعرفون لهم؟ رماهم التاريخ. بس اللي بقى مع الإمام الحسين صار عفوا، صار قويا، صار إنسانا بمعنى الكلمة، وصارت له مكان عالي في الدنيا والآخرة. اللي بيت العزة في الإسلام أفضل. وأيضا اللي يريد الفقر واللي يريد الرجولة في الإسلام كان الشخصيات العملاقة. والسبب الآخر في هزيمة المسلمين وهي واقع يوضحها أن هناك شخصيات كانت تتلبس بالإسلام، وكانت مع الأسف في الوقت الإسلامي، وكانت ترسل أخبار إلى جيش المسلمين، بحيث خالد بن